السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد البنات، بغيت نشارك معكم الطريقه ديال البيتزا، كتجي رائعه ولذيذه البنات. كنتمنى طريقتي تعجبكم، ولا عجبتكم الطريقه ما تنسونيش بواحد اللايك، واللي ما مشتركش في القناه يشترك. مرحبا والف مرحبا. والبنات اللي متبعيني كنقول لكم شكرا بزاف، ربي يحفظكم البنات. كيف متبعيني ومكبرين بيا، الله يكبر بكم. وندوز معكم للطريقه. عندي هنايا البنات، انا درت كل واحد ويدير الكميه اللي تكفيه. انايا درت هنا جوج زلايف ديال الطحين الابيض البنات، جوج ونص، ودرت نص زلافه ديال الفينو. زدت نص زلافه البنات ديال الطحين الابيض البنات، وغندير معلقه ديال السكر، معلقه ديال الملحه، وغندير الخميره ديال العجينه، وغادي ندير الزعتر، ومعلقه ديال الزبده البنات. هاد العجينه البنات كتجي رائعه في البيتزا، كتجي غزاله البنات. معلقه الزبده البنات حتى هي درتها، تكون كبيره. وغادي نعجن العجينه ديالي بالماء يكون دافي. وعندي هنايا نص كاس ديال الزيت العود، ما غنديروش كامل حتى نعجن العجينه ديالي. عاد ندير الزيت العود. هاد العجينه هاد الطريقه البنات راه كتجي رائعه البنات في البيتزا. غادي نعجن العجينه ديالي بالماء دافي ونجمعها، تكون خفيفه البنات. انا كنجمع في العجينه وانا كنخففها. غادي نجمع العجينه ديالي البنات. نتوما كتجمعوا العجينه وانتوما كتزيدوا شويه الماء باش توصلوا للقياس اللي بغيتو. انا ما عطيتكمش القياس ديال الماء، على حسب الدقيقه البنات. انا هنا من بعد ما جمعت العجينه ديالي وعجنتها كنخدمها بهذه الطريقه البنات. راها كتساعد العجينه ديال البيتزا تجي زوينه وتجي مهويه. هاد الطريقه تخدموا بها البيتزا بعد ما تعجنوها وتساليوها البنات، بغيو تجمعوها وتخليوها تخمر، كتخدموها شويه بهاد الطريقه. واخا تبان لكم العجينه خفيفه البنات، راه حاولوا تغلبوا عليها ملي تكونوا كتعجنوها. من بعد ما ساليتها البنات غناخذ فاش غنديرها تخمر، غنخوي الزيت العود البنات. انا ما كنديرش الزيت العود في الاول، كندير الزبده، وغنوضع العجينه ديالي باش غنخدمها في هذا الزيت العود ونخليها تخمر، تاخذ الوقت ديالها الكافي باش تخمر. راه كتجي زوينه بزاف البنات. صافي، وغنبدا نخدمها بهذه الطريقه باش تشرب داك الزيت العود. صافي، وغنغطيها البنات وغنخليها تاخذ الوقت ديالها الكافي باش تخمر. وندوز معكم البنات نوجد معكم لاصوص ديال البيتزا. انا هنايا خديت البنات الكوكوط، خديت ودرت فيها مطيشه صحيحه، حيدت منها غير داك الراس. وغندير 4 كاس ديال الماء، وغندير شويه د الملحه، وغندير الزعتر، وغنسد عليها ونخليها طيب مزيان، وعاد نطحنها ونصفيها البنات. راه كتجي لاصوص ديال البيتزا كتجي رائعه بهذه الطريقه هذه، وما كتجيش فيها داك ملي كتاكليها ما كتضركش في المعده، كتحيد من هذيك الحموضه ديال المطيشه. وهنا عندي البصله، انا تعجبني البصله في البيتزا. درت البصله البنات قطعتها على هذا الشكل هذا، ودرت لها الزيت والملحه، وغنخليها تشحر حتى هي.
وهنا البنات غندوز معكم العجينه من بعد ما خمرات. هانتوما البنات راه كتطلع ما شاء الله. شوفوا كيفاش كتجي البنات من بعد ما كتخمر. هذيك الطريقه اللي خدمت بها البيتزا البنات. شوفوا النتيجه ديالها، كتجي العجينه مهويه، كتجي غزاله البنات. انا خليت لها الوقت الكافي فاش خمرات. من بعد ما وجدت لاصوص وداكشي اللي غنحتاج، عاد غنبدا نطلق في العجينه. انا هنا ما شاركتش معكم كلشي. ما شاء الله هاد العجينه راه عطاتني كميه كبيره. صيفط بها بيتزا صغار وبيتزات كبار. شوفوا ما شاء الله البنات راها كتجي رائعه البنات. راه كل ما كانت العجينه خفيفه ومخدومه مزيان راه كتجي زوينه. وداك الزيت العود البنات راه شرباتو. هانتوما البنات العجينه ما كتقطعش. انا مشاركت معكم غير الصغار البنات باش ما يجينيش الفيديو طويل. بالنسبه للعجينه ديال البيتزا البنات راه كاين بزاف ديال الطرق. انا هذه مره كنصاوبها، قلت نشاركها معكم. مازال نشارك معكم ان شاء الله طريقه واحده اخرى. شوفوا ما شاء الله البنات راه العجينه كتجي مساعده. انا كنطلقها وهي كدير دوك الفقاعات. راهم كتعرفوا ان البيتزا لاباط راها زوينه. انا درت هذا الحجم هذا البنات. كيمكن لكم ديروا الحجم اللي بغيتو، كيمكن لكم ديروه مصغر من هكا ولا كبر من هكا، كيبقى لكم اختيار. دابا من بعد ما درتهم في لاطا غادي ندير نخدمهم هكا شويه بالفرشيطه ندخلهم يطيبوا، ومن بعد نخرجهم ونعمرهم معكم. هنا البنات من بعد ما درت لهم نص ديال الطياب غادي نبدا نعمر فيهم. هنايا انا عمرتهم بالطون والبصله والفلفله والزيتون والفرomاج. كيمكن لكم ديروا العماره اللي بغيتو، يمكن لكم ديروا الكفته، يمكن لكم ديروا كروفيت اللي بغيتو، الاضافات اللي بغيتو ديروهم البنات. انا هنا البيتزا تاع البنات راني درت وحدين صغار وحدين درت الاحجام مختلفين البنات. طبعت حتى بالكاس ديال العنبه وقطعت به. تنبغيهم بعض الخطرات يكونوا صغار. كتحتاجيهم هكا في البواطه يديوهم للدراري للكوتي للمدرسه. هنا البنات من بعد ما دهنتهم بلاصوص غنزيد البصله. كنحاول البنات باش الفيديو ما يجيش طويل. ملي غنضيف البصله غنزيد الفلفله وغنزيد الثوم وعاد نزيد الزيتون البنات وعاد ندير الزعتر. ضاعت لي اللقطه ديال اللي درت فيها الزعتر. غنحك شويه الزعتر وعاد نضيف الفرماج. البنات انا الفلفله ما كنشحرهاش، كنخليها كنقطعها رقيقه. صافي البنات غنضيف الزيتون وغنزيد الزعتر كيف قلت لكم ضاعت لي اللقطه، وغنزيد الفرماج وغندخلها طيب. انا ما شاركتش معكم كلشي البنات، شاركت معكم غير هاد الصغار. من بعد ما طيب البنات غنشاركها معكم. وهي البيتزا ديالي البنات من بعد ما طابت كتجي على هذا الشكل هذا. كتجي رائعه البنات. لاباط كتجي زوينه والمذاق حتى هي حتى هو كيجي زوين. كنتمنى طريقتي البنات تعجبكم. الى عجبكم الفيديو ما تنسونيش بواحد اللايك البنات، راه كتنساو اللايك. الله يحفظكم. واللي ما مشتركش عندي في القناه يشترك. مرحبا والف مرحبا. والناس القدام كنقول لكم شكرا بزاف على الدعم ديالكم. ربي يحفظكم وخليتكم على خير. بسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.